السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسة. انا عملتها معاكم قبل كده باكتر من طريقة وكمان بمقادير مختلفة. النهاردة هعملها معاكم بقى بطريقة سهلة وبسيطة خالص، ان شاء الله تعجبكم. شايفين ما شاء الله البسبوسة قد ايه بقى مرملة ومتماسكة كمان في نفس الوقت، مش سايحة كده ولا سايبة، وكمان تقدري يعني نمسكها بايدينا كده لا هتتفتفت مننا ولا هتبقى كده سايحة زي ما كتير بيعملوها. دي ما شاء الله عليها تسوية مظبوطة، الشربات مظبوط 100%، ترميلة تحفة، طعم وريحة بقى مش عايزة اقول لكم. يلا بينا نبتدي الوصفة، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة لو انتم مش مشتركين، وكمان تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. عندي بقى هنا حلة هنحط فيها 3 كوبايات من السكر، سكر حبيبات عادي خالص. هنزل ب3 كوبايات من السكر، كمان هنزل بكوباية ونص من الحليب. خلاص، وعندي هنا بقى دي كوباية، هحط كوباية ونص من السمنة. نخلي بالنا كل المقادير بتاعتنا بنعايرها بمج واحد، يعني المج العادي اللي عندنا في كل البيوت. هنعاير كل المقادير بنفس المج. خلاص، عندي هنا كوباية ونص من السمنة، هحطهم على النار. وكمان ما ننساش نحط كده معلقة من العسل، ده عسل نحل، ممكن تحطي شربات تقيل او عسل جلوكوز. هرفعهم على النار بقى لحد كده ما السكر يدوب تماما بالشكل ده كده، مش شرط يغلوا معانا، احنا هنقعد نقلب كده لحد ما السكر يدوب. هننزل بقى على الخليط بتاعنا ده كده بكيلو من دقيق البسبوسة. هنجيب دقيق بسبوسة سايب من عند العطار، مش هنجيب اللي هو المغلف، لان طبعا فيه بيبقى فيه بيكنج باودر، جوز هند، فيه سكر، احنا مش عايزين كده خالص. انا عايزة دقيق بسبوسة مفهوش اي اضافات خالص. خلاص، ده هنجيبه من عند العطار. هبتدي بقى انزل كده زي ما انتوا شايفين، نزلت بدقيق البسبوسة على الخليط بتاعي اللي انا عملته، وهبتدي ان انا اخلط كل المكونات مع بعض بالشكل ده كده، مش هنعجن. خلاص، هنبتدي اجيب كده من تحت لفوق، وابتدي ان انا اتأكد ان كل حبات السميد معايا اتشربت من الخليط بتاع الحليب والسمنة والسكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. شايفين القوام بتاع البسبوسة عامل ازاي؟ لا هو بقى ماسك معايا ولا هو سايح خالص. شايفين ما شاء الله قوام ممتاز 100%. الطريقة دي اعتمديها، ما شاء الله حلوة جدا وناجحة. لا بتطلع البسبوسة بقى معاكي معضمة كده ولا ناشفة، ما شاء الله بسبوسة مرملة وحلوة جدا. عندي بقى هنا صاج، جبت صاج 30 في 40 دهنته بالسمنة. خلاص، وهبتدي بقى انزل بخليط البسبوسة. شايفين ما شاء الله نازل عامل ازاي؟ هو ده القوام المظبوط. لو لقيتيها بقى متماسكة معاكي ناشفة معاكي، القوام مش زي ده كده، اعرفي ان انتي في حاجة غلط عملتيها، المكونات ما كانتش مظبوطة، انما هو ده القوام المظبوط 100%. خلاص، هنزل بقى بكل الخليط بتاعي بالشكل ده كده، مش هنسيب بقى في الحلة اي حاجة خالص. هناخد كل خليط البسبوسة اللي في قلب الحلة. الاسباتيولا دي حلوة جدا، ما بتخليش يعني بتنظف بصراحة اي حاجة في قلب البولة. شايفين بالشكل ده كده؟ هبتدي بقى افرد البسبوسة في قلب الصاج بتاعي. عايزه اقول لكم لو انتوا حابين تحطوا مكسرات على وش البسبوسه براحتكم، انا عاملاها ساده، بس دي اضافات بقى براحتك انتي. خلاص، طبعا انا عندي بقى مشغله الفرن على 160. انا بسوي البسبوسه على نار هاديه علشان تستوي من جوه، ما تاخدش بس لون من بره كده وخلاص. فانا حاطه وهحطها على الشبكه على 160، وهسيبها بقى تستوي براحتها على نار هاديه. هخبط الصاج بتاعي خبطتين كده علشان اتاكد ان كل البسبوسه اتوزعت كويس في الصاج. خلاص، ده شكلها اهو قبل ما ادخلها الفرن على نار هاديه علشان تستوي معانا، ومش هنشغل الشوايه غير اخر دقيقه خالص لو احتاجت ان احنا نشغل الشوايه. شايفين بالشكل ده كده اخدت اللون الذهبي الحلو. انا شغلت الشوايه هي دقيقه واحده بس، علشان تاخد لون. كانت فاتحه سنه، فانا حبيت ان انا اديها لون تحت الشوايه. هسقيها بقى بالشربات. الشربات بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن 3 كوبايات من السكر، 2.5 ميه.
وعصرة ليمونة هنحطهم على النار يغلوا غلوة واحدة بس ونطفي عليه. ده عبارة عن يعتبر مية بسكر كده مغلية، لا هو بقى إيه شربات وسط ولا هو إيه شربات تقيل، لا ده مية بسكر مغلية. خلاص طبعا البسبوسة سخنة والشربات سخن. هنزل، دي الحاجة الوحيدة يا جماعة اللي ايه بيبقى فيها الشربات سخن والبسبوسة سخنة. خلاص هبتدي بقى اسقيها واسيبها تبرد خالص، بعد كده هقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ما شاء الله طرية حلوة جدا. عايزة اقول لكم ان انا سقيتها الشربات وغطيتها بس ايه 5 دقايق كده علشان تطلع طرية معايا ما تبقاش ناشفة. شايفين ما شاء الله لونها حلو ازاي، تسوية مظبوطة، ترميلة مظبوطة. الوصفة دي بأمر الله ناجحة جدا جدا. أنا يعني بصوا مش بعمل غير نفس الطريقة دي، بس المقادير مختلفة لو عايزة أعمل كمية أقل. خلاص في كذا طريقة على القناة فيها المقادير أقل من كده. طبعا لو عايزة تقسمي الكمية هتقسميها على 2، لو عايزة تعملي مقادير كمية أقل. شايفين ما شاء الله الترميلة عاملة ازاي، بسبوسة متماسكة ومرملة في نفس الوقت، طعمها تحفة، سكر مظبوط. ان شاء الله ان شاء الله هتدعولي على الوصفة دي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة لو انتي مش مشتركة، وتفعلي الجرس لكل الفيديوهات وشير. بشكركم جدا، انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.